وقد ابتليت الأمة بأشباه رجال يتحالف أحدهم مع عدو أمته ويشهر سيف الغدر على بني جلدته ويزرع الفتنة ويمكن للانقلاب والفوضى طمعاً في منصب رئاسي يعلق أوسمة الخزي والعار ولو على جماجم الأبرياء وأشلاء الأطفال. وكيف يأمن الناس من خدع شعبه وخان وطنه واستنصر أولياء الباطل على قومه وجيرانه؟ وآخر يطحن شعبه ويقتل ويدمر أهله بالقنابل الحارقة والبراميل المتفجرة والغازات السامة في سورية الصبر والإباء. وقطاع غزة الذي يئن من حصار ظالم ومكر فاجر، وبلغ الظلم منتهاه بمنع سائر مقومات الحياة من طعام وشراب ودواء. تأتي الأحداث امتحاناً للنفوس وتمحيصاً للصفوف ليعلم الله من ينصر المظلوم ويردع الظالم ومن يتمسك بالحق في وجه الباطل. قال الله تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.